السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نعمله مع بعض شوية عصير ليمون بالنعناع. يعني احلى والطف عصير ممكن تشربوه في الصيف بصراحة. هو يعتبر المشروب الرسمي للصيف. يعني مهما نعمل عصاير بصراحة مفيش حاجة بترطب على القلب كده زي عصير الليمون بالنعناع. وكمان هنعمل مع بعض سيرب النعناع او شربات النعناع باسهل طريقة، ويعني هتشربوه كده وتجربوه هتلاقوه احلى من بتاع الكافيهات بكتير قوي. اول حاجة هنا قبل ما نبدأ وصفتنا بس نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشترك في القناة لو مش مشتركين، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هنا انا معايا حاجة كده على النار، حطيت فيها كوبايتين من السكر او اي بقى كمية انت عايزاها. هنعمل شربات كده زي بتاع الحلويات بالظبط. حطيت كوبايتين من السكر وعليهم كوباية من المية عشان ما ياخدش معايا وقت على النار. وحطيت عصرة ليمونة، وبعدين حطيت معلقة عسل جلوكوز، او لو ما عندكيش عادي ممكن تستغني عن الخطوة دي، بس بيبقى حلو جدا ما بيخليش الشربات لو قعد معاكي فترة ما يسكرش معاكي. وبعدين كان عندي حزمة حلوة كده من النعناع الأخضر البلدي الجميل ده، وكنت طبعا غسلاها كويس جدا ومصفياها. التركة بقى الحلوة بتاعت اللي انا هعملها معاكم النهاردة هي البونبوني بتاع النعناع اللي هو بيتباع في السوبر ماركت، اللي هو المركز ده. بيبقى في كيس احمر كده، مش بيبقى في باكو ورق، لا اللي هو بيبقى في كيس المدور ده. بصراحة بيدي للنعناع لسيرب النعناع بتاعنا طعم وريحة. الريحة بقى بتبقى قلب الدنيا، يعني واصلة للشارع بره. بيبقى سيرب بقى، ولا تقوليلي بقى بتاع محلات العصاير، ولا تقولولي ايه. وبيبقى معمول في البيت وبأسهل طريقة وبأوفر وأوفر الإمكانيات كمان. وبعد كمان ما برد كده وشلت منه النعناع الأخضر، حطيته كده في التلاجة شوية فتقل معايا. وبعد كده بصفيه بمصفى كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين بشيله بقى في اي ازازة عندي او في اي حاجة وبحطه في التلاجة كده. يعني كل ما باجي اعمل عصير بحط شوية. بصراحة ما بستغناش عنه ابدا، حتى لو ما عندكيش نعناع هيغني كمان عن النعناع مع العصير بتاع الليمون. بس انا حطيته كده في الازازة بتاعت اللي هي السيرب دي، عشان يبقى فيها كده الغطا بتاعها ينزل كده يعني شوية بشوية، عشان ما ينزلش كمية كبيرة معايا. وكان معايا هنا كده كام ليمونية، انا شايلة منهم نص القشر بتاعهم. بحب اسيب في الليمون كده شوية من القشر، لان القشر بصراحة بيعمل ريحة وطعم حلو قوي لعصير الليمون، وكمان فايدته كبيرة قوي. فمش بشيله كله، كده كده احنا بنشرب الليمون على طول، مش بنخليه وقت، فعشان ما يمررش يعني معانا. وبقطعه كده اربع تربع، وبعدين بحطه كده في الخلاط بتاعي. وكان معايا شوية ورق كده من النعناع. شلت العوادين بتاعته وخدت الورق بس. حطيت شوية كده في شفشق الخلاط، وبعدين مية ساقعة. اهم حاجة في اي عصير يا جماعة، بالذات لعصير الليمون، تكون المية بتاعته ساقعة متلجة، ولو المية مش ساقعة اوي لازم تلج كمان، بيبقى تحفة جدا. وانا كان معايا شوية تلج كمان هنا مكسراهم شوية كده، يعني عاملاهم اخليه مجروش كده، وحطيته كمان في شفشق الخلاط عشان الخلاط يعني يشتغل معايا. مكسراه شوية وبضرب كده، يعني كده مش ضرب جامد قوي، اهو زي ما انتم شايفين. وبعدين بس كده، وبحط طبعا السكر بتاعي، ما بكترش سكر عشان السيرب بتاع النعناع بيبقى فيه بيبقى مسكر قوي، فاخد بالي واعمل حساب ان السيرب طبعا مسكر. وصفيت كده العصير بتاعي، وجبت كده الكوبايات اللي هقدم فيها العصير، وحطيت في كل كوباية شوية من السيرب كده من تحت، اهو زي ما انتم شايفين. وهقول لكم ازاي ما تخلوش تخلوا كده السيرب يفصل من العصير، ما يروحش على بعضه. ان انتوا تحطوا شوية تلج، ده ضروري جدا. لو ما حطيتيش التلج وجيتي صبيتي العصير على طول، هتبصي تلاقي السيرب راح مع العصير وبقى شكل واحد كله ومش هيفصل خالص. انما لو حطيتي التلج كده زي ما قلتلك تخليه مجروش شوية، وبعدين تضيفي كده في كل كوباية شوية تلج، وتصبي كده العصير فهيفصل خالص. يعني هيعمل طبقة عازلة كده بين السيرب والعصير. وبعدين حطيت، كان عندي شرايح كده ليمون مقطعاها، حطيت في كل كوباية كده، حطيت في كل شوب كده
شريحة ليمون، وبعدين صبيت كده حطيت معلقة كده وصبيت عليها. وكده كده حتى لو ما حطيتيش المعلقة مش هيفصل ان شاء الله طالما انت حاطه تلج. فخلاص يعني اهو شايفين زي ما انتم شايفين كده، هو اصلا لون العصير حلو قوي عشان طبعا انا عاملاه بليمون برضو اخضر يعتبر، والنعناع مديله لون حلو جدا. وهو حاجة بص يعني مفيش بعد كده، حطيت كده شرايح ليمون على الكوبايات من فوق تدي منظر جمالي كده، وكم ورقة نعناع، حاجة كده انتعاش يعني مفيش بعد كده. وحطيت بقى الشاليمون كده بتاعي، ولما بيجي بقى اي حد يشرب العصير فبيقلبه بقى كده بالشاليمون ويشرب على طول، فالطعم كده كله بيروح على بعضه، بيبقى الطعم روعة يا جماعة. جربوه كده بنفس طريقتي هيعجبكم جدا ان شاء الله. وده كان فيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يعجبكم ان شاء الله، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لو مش مشتركين، والكومنت بتاعكم اللي بيسعدني. بحبكم جدا، مع السلامة.